سلام على اجدع ناس رجال واناث. بصراحه كده انمي النهارده ما انصحش ابدا ان حد يشوفه. لا بجد محدش يشوفه، لان اغلبه تلوث بصري وحاجات كده كلها جلاشه. فاللي حابب يشوف الحاجات دي من غير التلوث ده يروح يجيب بقى حاجه يشربها ويشترك بالقناه، علشان حكايه انمي النهارده جامده اخر حاجه. وخلينا نبدا. بيبدأ الانمي بتاعنا مع مومو، واللي بتكون واقفه مع حبيبها اللي رافض يخرج معاها علشان ما دفعتلوش فلوس، علشان اصلا هما مرتبطين بس هي بتدفع له فلوس بسبب ده. وبيقول لها بقى ممكن اسامحك المره دي بس بشرط واحد، مقابل ان احنا نقضي ليله سوا في فندق الحب. ولكن قبل ما بيكون مكمل كلامه بتشوطه بالرجل في وشه، ولكن هو بيصدها وهو بيوقعها على الارض وبيقول لها انا ترفع عليا رجلك؟ مش كفايه مفلسه معكيش فلوس تدفعيها؟ وهو بيسيبها وبيمشي، وهي بقى بتفضل تهزق فيه وبتقول له غور يالا بدل ما انت عامل شبه سمكه السلمون كده. ولما بتروح الفصل بقى بيقولوا لاصحابها اسماء السمك مش شتايم يا حبيبتي. فبتقول لها الله يخرب بيتك، بدل ما تواسيني ده كان اول حبيب ليا. فبتقول لها مش فاهمه بس ايه اللي كان عاجبك فيه ده؟ فبتقول لها بصوت واطي كان شبه كين تاكاكورو. فبيزعقوا لها وبتصيح فيهم بقى وبتقول لهم ايه المشكله يعني، انا بحب الرجاله اللي عندهم عضلات. فبيقول انت هتعيد نفس المشهد. بيرد عليها بقى وبيقول لها واحده زيك جت لحد عندي واتكلمت معاها، اكيد هو ده السبب يعني الوحيد. بتقول له الله يخرب بيتك، انت اخدت مقلب في نفسك ولا ايه؟ انسى كل اللي حصل من شويه ده وسيبني في حالي، انا لسه متسابه ومش لاقي حد افضفض له. فبيوريها الكتاب وبيقول لها ده اللي انا بتكلم عنه، الرئيس سافر للمريخ واتكشف مشروع بيجاسوس كله. فبتقول له فكك، انا مش بؤمن باليوفو والمخلوقات الفضائيه والحاجات العبيطه بتاعتك دي. فبيفضل بقى يتكلم عن الظواهر اللي عارفها وحاجات كتير كده، ولكن هي مش بتهتم وبتسيبه وبتمشي. والله ما بيصمم ان هو يوريها اللي موجود في الكتاب، وبيبان عليه ان هو مهووس باللي موجود فيه ده جدا. ساعتها بقى هي بتتعصب عليه وبتقول له يا ابني حلك مني بقى، انا لسه مفركشه ومش مهتم اعرف كل ده من واحد اوتاكو عبيط مش مهتم بحاجات ما. هو بيقول لها مفيش حاجه اصلا اسمها اشباه. فبتصيح فيه بقى من تاني وبيفضلوا بقى على الحال ده، وبيجي اصحابها وبيتفرجوا عليه وبيبقوا مبسوطين انها لقت حد اخيرا تطلع فيه اللي جواه. فبتتفق معاه في نهايه المطاف وبتقول له بص بقى انا هوديك مكان الاشباح نفسه، ولو لقيتهم هناك هشغلك عندي خدامه. وهو بيوافق كمان وبيقول لها انا اللي هوديكي مكان الفضائيين، علشان لو طلعوا موجودين بجد انت اللي هتشتغلي خضائيين. والولد بيروح نفق الاشباح، ومومو بتقول له ايه المكان الازرق اللي انت جبتني فيه ده؟ وبيبان عليها انها خايفه، وبيقول لها مستشفى ناغي يعتبر المأوى بتاع اليوفو اصلا، ولو طلعت فوق السطح وناديتي باسم اليوفو هيخطفوكي من غير ما يسموا عليك. فبتقول له الله يخرب بيتك، يعني ايه يخطفوني اه؟ ساعتها بيقول لها هيتم اختطافك من مخلوق فضائي ويعمل عليكي تجارب على جسد. فبتقول له بمناسبه اللي انت بتقوله ده، انت اتعمل معاك حاجه زي دي قبل كده؟ بيقول لها يا ريت. في الغالب اغلب اللي تم اختطافهم بيتم مسح ذاكرتهم بعدها، وده معناه انه ما شافش اصلا الكائنات دي قبل كده في الحقيقه. ساعتها بقى بتقول له يخرس خالص ويحكي لها ايه الوضع من ناحيته، واللي بيكون وصل قدام النفق وبيتردد ان هو يدخله اصلا، ولكن بيقرر ان هو يدخل علشان يثبت نفسه قدامه. وبيقعد بقى يعلي صوته ويقول كلام عبيط كده عشان يحسس نفسه ايه انه في امان، زي ما كنا بنعمل واحنا صغيرين يعني. المهم مومو بتعرفه انه المكان ده مشهور على الانترنت جدا انه في شيء موجود. ساعتها بقى بيحس بهوا خارج من النفق كده، هو بيقول لها هر اسود انت عايزه تخلصي مني ولا ايه؟ وبيسالها اذا كانت شافت شبح قبل كده ولا لا. فبتقول له لا. ساعتها بقى بيصيح فيها وبيقول لها وجايبه الثقه اللي بتتكلمي بيها دي كلها منين؟ انت لازم تتراجع عن كلامك اللي قلتيه ده، لان دي سخافه منك انك تؤمني بحاجه انت عمرك ما شفتيها اصلا. فبتقول له حتى في المدرسه وده كان بيخلي اصحابها بيتنمروا عليها، وان الطقوس دي هي اصلا كانت مجبوره عليها لان جدتها كانت بتزعل جدا لما ما بتعملهاش، ولكن بقى لانها كانت شايفاها مميزه عمرها ما عملت معاها حاجه وحشه، ومن ساعتها وهي بتؤمن بالاشباح. قول لي بقى انت ايه المبرر اللي خلاك اصلا تؤمن بالكائنات الفضائيه يهبل؟ ولسه ما كملش كلامه بيلاقي اثر دم قدام طريقه، فبيبص وراه مش بيلاقي حاجه، وعلى ما بيدور وشه الناحيه التانيه بيلاقي حاجه عجوزه شكلها مخيف، وبتقول له تسمح لي يا ابني اكل حته من فخادك؟ ساعتها بيرمي الكشاف من ايده وبيضرب سبرنت، وبتقول له مومو في التليفون ما تجريش يا متخلف، دي مجرد ست عجوزه مش شبح، وهو مش سامعها اصلا ونازل صياح. وبيبدا النفق يبعد عنه وهو بيجري، والعجوز بتقرب منه اكتر. هو بيقول لها انا ربنا رزقني بشبح عجوزه وبتاعت رجاله كمان. فبتقول له مومو على حسب اللي اعرفه انه ما ينفعش اصلا العجوز ده تسبقك مهما كلف الامر، ولو خسرت في السباق امام العجوز طربه هتصيبك لعن. ولسه اصلا ما بتكونش كملت كلامها بتكون العجوز جابته من قفاه والخط بيقطع. ساعتها مومو بتجري علشان تروح تلحقه، ومن هنا بتبدا الكارثه يا اصدقاء، لان النور برضه عندها بيبدا يفصل وبيظهر لها 3 اشخاص غريبي الاطوار. فبتدرك بقى وقتها ان هم دول اليوفو. هو بتقول كده
كتير طفح الكيل، ما بتلحقش تهرب وبيكونوا ماسكينها هما التلاتة وبياخدوها المكان كده وبيقولوا لها مرحبا ايها الانثى احنا جايين. المهم يعني بقى الوحدات المتطابقه بتاعتهم دي ما بتسمح لهمش بالتطور البيولوجي، علشان كده حلوه انت موجوده هنا لغرض الاستنساخ، بس مش بطريقتنا، لا بطريقه البشر التناسليه. وبيبدا بقى ايه، ارفع ايدك انت محاصر. وبيتضح ان هم عايزين يستعملوها علشان يستخرجوا الرحم ويعملوا عليه ابحاث علشان يطوروا نفسهم ويجيبوا بشري فضائي. بتقول له انت بتقول ايه يا ابن الهبله انت، ده انا كنت مصاحب عيل اخر قذاره وعمري ما سمحت له ان هو ياخد عذريتي. وبتفضل بقى تصيح وبتقول لهم انا مش هتجوز غير كينتا كاكورو، فكوني يا ولاد الهبله انتوا، على اخر الزمن هياخدني كائن فضائي. ولكن ده ما بيجيش بفايده علشان بداوا يستحوذوا عليها بالتمويه المغناطيسي بس، وصعب السيطره عليها اصلا، وكانوا خلاص بداوا مهمتهم. ولكن تليفونها بيرن، فبيروح واحد علشان يفتحه وبتقوم خارجه منه الشبح العجوز بعد ما استحوذت على جسد صديقها، وبيضرب واحد منهم بيطيره في الجدار، وبيتاسف لمومو ان هو ما قدرش يتغلب على الشبح، فبتقول له بعيد عن شكلك ده بس ممكن تساعدني. وبيكون الفضائي مستغرب من الشبح اللي خرج من جهاز ذكي لان هم ما بيمتلكوش القدره دي، ماشي يكمل اصلا كلامه، وبيكون اليوفو ضربه وبيقوم مطلعه من الشبح اللي هو فيه. ساعتها بتقول له مومو الله يخرب بيتك انت استسلمت بالسرعه دي كده. وبيقول له الكائن الفضائي للاسف مش هنقدر ان احنا نبقى اصدقاء مع شخص عنيف زيك، علشان كده احنا بنحب الانسان المراه اكتر من الانسان الرجل. والله يا يوفو حتى الانسان الرجل بيحب المراه برضه. وبيبدا ان هو يتحكم في عقلهم، ولكن مومو في اللحظه دي بتفتكر كلام جدتها وبتقول لها ان هي ما تخليش حد يتحكم في عقلها علشان في اي وقت تفضل محافظه على عذريتها، وانها لو قدرت تخرج طاقه الكي من جواها ساعتها مفيش اي شر هيقرب منها. وبتفتكر الحركه اللي كانت دايما بتعملها وهي صغيره واللي كرهتها اصلا في طفولتها، وفي النهايه بتقدر انها تتحكم فيها فعلا وبتظبط الحركه وبتدمر كل حاجه حواليها حرفيا، وبينصدم الشبح منها. حتى هي بتكون مصدومه من نفسها وبتقول بقى ايوه فعلا كل حاجه جدتي كانت بتقولها حقيقه، وبتشكر جدتها وبتنزل طحن في الفضائيين لدرجه انها بتطيره من المركبه الفضائيه، وبتنصدم اصلا ان هم داخل يوفو فعلا. وفي اللحظه دي بيهجم عليها الشبح اللي الولد جواه واللي ما بيكونش اصلا عارف يتحكم في نفسه بسبب ان العجوز هي اللي مستحوذه عليه. فبتقول له مومو الله يخرب بيتك ارجع لطبيعتك يا متخلف انت، وبتقدر انها تفك اللعنه من عليه فعلا. وبتخرج العجوز منه وبتقول لها انت مين يا بنت بالظبط وعايزه ايه، وبتكون لسه بتتحكم في الولد. فبتدرك انها هنا ما رفعتش اللعنه لسه، وبتقول لها العجوز انا قدرت استحوذ على اشياء الفتى ده، وطول ما اشياءه معايا هتفضل اللعنه ملازماه. وبتقول لها بقى ان عشان تحرره من اللي هو فيه ده كل اللي عليها ان هي تجيلها النفق وتواجهها بنفسها. وبيحصل بقى ساعتها هنا عطل في المركبه الفضائيه وبتنزل في المبنى اللي هي كانت فيه، والدنيا كلها بتتدمر حرفيا، ولكن لحسن حظهم ما بيموتوا وبيخرجوا سلام. وهنا بقى مومو بتدرك ان هي فعلا لازم تؤمن بالمخلوقات الفضائيه بعد ما اتخطف، واللهبل التاني ادرك انه فعلا لازم يؤمن بالاشباح بعد ما اللعنه صابته. ساعتها بقى مومو بتقول له ان طول ما هو قصادها قادره انها تتحكم فيه، ولكن لو بعد عنها هيفقد السيطره على نفسه واللعنه هتحوله لوحده، فلازم بقى انها تفضل طول الوقت كده مسيطره عليه بقوتها الروحيه. ساعتها بيتاسف لها وبتقول له انا بسببك خسرت هدومي ومحفظتي، حتى التليفون باظ منك لله. فبيقول لها طب دلوقتي ازاي اشيل اللعنه دي من عليا؟ بتقول له انت لازم تهزم العجوز اللي في النفق علشان هي اصلا السبب في اللي انت فيه. فبيسيبها وبيمشي وبتجري وراها علشان ما يفقدش سيطرته على نفسه، وبيديها هدومه وبيقول لها تقدري دلوقتي ان انت تلبسيها وتمشي، انا عارف كل اللي حصل ده بسببي ومش هقدر صراحه ان انا اورطك في الموضوع اكتر من كده يا انسه مومو، وتقدري بقى تحط في بطنك بطيخه صيفي وانا هتعامل مع العجوز ده لوحدي واحل الموضوع بنفسي. بتقول له انت ليه يا ابني مش عايز ناجي معاك بعد اللي انت عملته ده؟ انا مش هقدر اسيبك لوحدك، ده انت كنت هتموت لولا ان انا ساعدتك اصلا. فبيقول لها هو من المعقول اصلا ان انت تساعدي حد زيي؟ بتقول له بقول لك ايه، بطل صياح والبس هدومك وخلينا نمشي من هنا. فبيوقفها بعد شويه صغيرين وبيقول لها انت لازم تلبسي الهدوم دي علشان لو فضلت كده مش هعرف اتحكم في نفسي وممكن اتصرف بطريقه غير متزنه. ساعتها مومو بتخاف وبتتوتر لانه قال نفس الكلام بتاع كينتا كاكورو اللي هي بتحبه، وبالمناسبه ده شخصيه مشهوره يعني وكده. ولما بتساله اسمه ايه بدل ما هي عماله تشتم فيه طول الحلقه كده بيقول لها كينتا كاكورو، فبتنصدم لان اسمه كمان نفس اسم المشهور اللي هي بتحبه، وعينيها بقى بتبدا تلمع كده ودن دن دن يعني. الى هنا بقى كان فيديو النهارده. لو عايزين تعرفوا ايه اللي هيحصل في الحلقات القادمه اشترك يا حب، وما تنساش رايك يهمني في الفيديو لان اللي جاي كله بقى اكشن. اشوفكم الفيديو الجاي على خير وبيس.